عشاق الشوكولاتة هيحبوا الفيديو ده جدا. تعالوا لي بقى هنا كده، شوفوا العظمة والجمال ده. شايفين كيكة سنيكرز بتدوب في البق؟ طعمها يا بنات تحفة، جربوها وهتعجبكم جدا. شايفين كده كيكة هشة جدا، والكراميل مع السوداني عامل طعم تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. معايا كده النهاردة هنعمل تحلية الخميس كيكة سنيكرز تحفة. معايا كده الاول هنبدأ بالكيك بتاعنا. معايا المكونات 3 بيضات، وكوبايه الا ربع من الزيت، وكوبايه الا ربع من السكر، وكوبايه من الحليب او اللبن. الاول خالص كده عايز تضربهم بقى على ايدك، تمام مفيش مشاكل. بس انا هضربهم في الخلاط. هبدأ بالبيض وبعدين السكر، البيض والسكر مع بعض، بعدين الزيت، بعدين اللبن، وطبعا رشة الفانيليا مش عاوزين ننساها. هبدأ بقى ان انا كده ضربت المكونات بتاعتي في الخلاط زي ما قلنا. ابتدي انزل بالمكونات في بولة كده، وهنبتدي بقى نشوف المكونات الجافة بتاعتنا. كوبايتين من الدقيق، ويكونوا منخولين كويس جدا علشان ندخل اكبر كمية هواء للكيك بتاعنا. دي كده تاني كوباية، وهنقلب من فوق لتحت عشان ما نخرجش الهواء من الخليط بتاعنا. ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيك شيف على حسب المتوفر يعني معاكي، وذرة ملح. ونبتدي نقلب الخليط من تحت لفوق كده زي ما قلنا، بالراحة خالص كده علشان زي ما قلنا ما نخرجش الهواء. هبتدي انزل بثلاث معالق كمان من الدقيق، ومعلقتين كبار معالق هرمية كده من الكاكاو الخام، وابتدي اقلب من تحت لفوق زي ما قلنا علشان الكيكة بتاعتك تنجح معاكي وما تخرجيش الهواء منها. خلاص كده خليط الكيك بتاعي بقى جاهز معايا. ولو في مرة بتعملي كيك، سواء كيك شوكولاتة او اي كيك بتعمليه، لان نوع الدقيق بيفرق، لو تقل معاكي هتخفيه بشوية لبن، القوام بتاعه هيظبط لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. ده كده القوام بتاع الكيك بتاعي. هجيب صينية هدهنها بالزيت وهبطنها بالدقيق، وهصب الكيك بتاعي وهدخلها فرن. اول ما تشتغلي في الكيكة هتفتحي الفرن بتاعك، يعني فرن يكون ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف وسط. هتقعد حوالي 35 دقيقة. بس برضو هتختبريها بالخل او سكينة. اول ما هتلاقيها استوت معاكي ومش نايم من جوه هتطفي عليها وتخرجيها. انا خرجتها كده وسبتها هديت شوية، وبعدين قلبتها على ظهرها علشان هنبتدي نسقيها كده بكوباية لبن عليها كيس من النسكافيه ما يكونش مقاطعة، وبديل نوتيلا كده معايا، بديل شوكولاتة نوتيلا. هقلبها. النسكافيه بينقل طعم الكيك في حتة تانية خالص، بيضيف له طعم حلو، ومعلقة الشوكولاتة اللي احنا ضفناها دي. وهبتدي اسقي الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي بقى احضر صوص الكراميل. صوص كراميل اقتصادي جدا هنعمله مع بعض. هضيف كوباية من السكر وهسيبها كده على نار متوسطة. مش هنقلب السكر. اول ما بس كده من الجناب هتلاقيه ابتدى ان هو يسيح معاكي، هتبتدي تقلبيه علشان ما يتحرقش. هنقلبه كده لحد ما ندوب السكر خالص كده. خلاص كده هفضل اقلب فيه لحد ما السكر كله يختفي. خلاص كده السكر بتاعي اختفى. ده كده السكر اتكرمل معايا. هبتدي انزل بمعلقة من الزبدة، ويفضل تكون زبدة لان الزيت والسمنة الطعم بتاعهم في الكراميل مش بيكون الطف حاجة، فيفضل تكون زبدة، بتدي لمعة وبتدي طعم تحفة. هبتدي كده انزل بمعلقة الزبدة وبالراحة خالص كده علشان اللسعة بتاعت الكراميل وحشة، وهقلب كده بالراحة. خلاص كده اول ما الزبدة بتاعتي تدوب هنزل بربع كوباية من المية الدافية او السخنة، مفيش اي مشاكل.
هنا هتلاقيه اتكتل معاكي كده، ما تخافيش خالص، هو هيفك وهيدوب في المية بتاعتنا اللي احنا ضفناها. ومعايا كوبايتين من اللبن او الحليب، هدوب فيهم معلقتين كبار من النشا، وهنزل بيهم على الصوص الكراميل بتاعنا. دوب النشا كويس جدا علشان ما يعملش معاكي تكتلات في صوص الكراميل. ده انزل بكوبايتين اللبن بتوعنا اللي احنا ضايفين عليهم النشا، وهقلب كويس جدا. هقلب فيه كده لحد ما يغلي ويتقل معايا. زي ما قلنا ندوب النشا بتاعتنا كويس علشان ما تعملش معايا تكتلات في صوص الكراميل. هتلاقي فيه كراميل جمد معاكي كده، مفيش اي مشاكل، هيدوب وانتي بتقلبيه. بس ما تشيليش ايدك منه كده، ونقلب على طول باستمرار. خلاص كده، اول ما هتلاقيه بقبق كده وبيغلي، هتبتدي تضيفي كوباية من الفول السوداني المتحمص، وهنديله تقليبة واحدة بس، وهنقفل على طول علشان الفول بتاعي ما يطرش معاه. ده الشكل بتاعه كده، وشايفين اللمعة بتاعة الصوص عاملة ازاي؟ شكله حلو جدا واللمعة بتاعته تحفة. وده القوام بتاعه. هبتدي بقى انزل بيه وهو سخن كده على الكيك بتاعنا. الكيك بتاعنا طبعا بارد. هبتدي انزل بيه كده على الكيك، وطعمه يا بنات بيكون خطير. بالنسبة كمان للناس اللي بتحب شوكولاتة السنيكرز، هيحبوا الكيكة دي جدا. هبتدي ان انا اوزعها كده على الكيك في الصينية بتاعتي بشكل كويس. عاوزة تسيبيها كده مفيش اي مشاكل، هي كده برضو بتكون تحفة. او لو عاوزة تزين الشكل بتاعها علشان نوصل لشكل قريب من الشوكولاتة السنيكر، هجيب بديل نوتيلا، وهتحطيها كده في كيس، وتبتدي ان انتي تديها كده خطوط كده من فوق بالشوكولاتة بتاعتك. معايا بقى كده بديل النوتيلا زي ما قلنا، هنبتدي نعمل خطوط كده بيها. عايزة تستغنى عن الخطوة دي ومش متاحة معاكي الشوكولاتة، مفيش اي مشاكل، هي بس للتزيين، وعلشان قلنا نقرب شوية من شكل الشوكولاتة بتاعة السنيكرز. ده كده الشكل بتاعها النهائي. هنبتدي بقى نسيبها كده ترتاح كده في التلاجة شوية كده علشان تسقع، ونبتدي نقطعها مع بعض بص انا هنا بقى ما سبتهاش ترتاح علشان وقت الفيديو، او علشان انزله لكم الفيديو على طول. دي كده الكيكه بتاعتنا، هبتدي ان انا اقطعها على طول. انا سبتها بس هديت شويه وقطعتها على طول. انتوا بقى سيبوها كده وكلوها ساقعه علشان بتفرق في الطعم جدا. خلاص كده انا هقطعها وابتدي ان انا كده اقدمها في الطبق، وبألف هنا على اللي هيجربها وجربوها هتعجبكم جدا بإذن الله على ضمانتي. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.